انا كل ما هنالك شفت حاجه حلوه وانتم مش واخدين بالكم منها، وبدل ما تجيبوا الكيلو ب 50 جنيه قلت لكم ده موجود ب 5 جنيه وب 6 جنيه، وجبته كمان من محمود الفار اللي هو المفروض غالي ب 10 جنيه. وقدامكم اهو التيكت اهو من المحلاوي جايبه كيلو ب 4 جنيه 99 يعني ب 5 جنيه. وقلت لكم يا جماعه بدل ما تجيبوا كيلو ليمون البلدي اللي ب 50 ده احلى واطعم، والقشر بتاعه ما فيهوش المراره اللي في الليمون البلدي. وعملنا منه الوصفه التحفه اللي قدامكم دي، اللي هي عباره عن مخلل سريع بيتاكل وبيتعمل في 5 دقايق بس. اه والله يا جماعه في 5 دقايق معلقه هريسه شطه على شويه من الملح على شويه حبه البركه، وبقى عندك ليمون مخلل سريع تحفه تحفه مفيش اي مراره فيه. وكمان وجبت لكم قبل كده الوصفه اللي احنا بنعمله برده في 10 دقايق ان احنا بنسلقه لو عايزين تسلقوه، لكن انا عن نفسي بفضل جدا الطريقه دي، ان انا بقطع الليمون وبقطع معاه شويه جنزبيل وبقطع معاه شويه فلفل حراق وشويه جزر، وبجيب شويه من التوم برضو بقطعهم وشويه زي ما انتم شايفين كده من الفلفل الاخضر الحراق، وبروح حاطه على كل ده حبه البركه، وكمان بيبقى معايا عصفر، وبضرب شويه من الفلفل الاحمر مع فص توم، وبحط كل ده مع بعضه وبالاضافه طبعا للعصفر مع الملح، وكل ده بقلبه وبعمل منه خلطه تحفه. تعالوا مع بعض نعملها، وبفكركم تاني بالوصفه يا جماعه، والله ما في حد جرب الطريقه دي الا وبصم بالعشره انها احلى من الليمون البلدي مليون مره. زي ما انتم شايفين كده بنقطع الليمون وبنحط طبقات. انا ليه بحط طبقات ما قلبتش الليمون في قلب بعضه؟ لان انا بحب جدا اكل الخلطه دي لوحدها بالعيش. اللي جربها عارف قيمه اللي انا بقوله ده كويس قوي. هتحط طبقات كده، وزي ما انت شايفه كده انا الموضوع في الحر اللي احنا فيه ده بياخد بالظبط اسبوع بالكتير 10 ايام، وهيبقى عندك ليمون معصفر تحفه. لو انت عايزاه دايب مستوي تقدري تحطي الخلطه دي كلها على النار لمده 10 دقائق وتطفي عليها النار وتعبيه في برطمان وتاكليها في نفس اليوم بعد ما تبرد. والله يا جماعه عملتها كتير قبل كده، وكل اللي دقها من ايدي رغم انه كان مستغربها الا انه طلب منها وهو ماشي. هنسيب البرطمان ده اسبوع. طبعا انت بتحاولي تكبسيه على قد ما تقدري تحطي عليه لو انت عايزه تحطي من على الوش زيت زيتون مفيش اي مشكله، بيكون طعمه احلى وكمان ما بيخليش اي حاجه تظهر على الوش. بالمناسبه يا جماعه الطريقه دي ما بحطلهاش اي ميه ولا اي ليمون، هي بتنزل العصاره بتاعتها مع الوقت. ده بعد ما عدى الاسبوع. بصوا بقى يا جماعه الخلطه دي هي بقى اللي في الموضوع كله، طعمها بيكون رهيب. الحاجات اللي احنا حطيناها الجنزبيل مع حبة البركة مع الجزر مع الفلفل مع العصارة بتاعة الليمون، كل ده بيعمل ميكسات مشكلة طعمه حلو جدا. جربوه يا جماعة والله هتدعوا لي، وبلاش الهجوم اللي عمال على بطال. انا مش هبيع ولا اكسب من وراكم يا جماعة، الموضوع كل ما هنالك شفت حاجة حلوة وسعرها حلو وانتم مش واخدين بالكم منها فعملت لكم عليها سبوت. ايه المشكلة؟ ليه طالعين تتكلموا وتهاجموا؟ وخلي بالكم والله يا جماعة دول عينة بسيطة جدا من كم تعليقات كتير جدا وفيهم كمان تعليقات جارحة. خلاص تقول بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واتمنى لكم كل خير.